نصيحة بقدمها لاخواتي واخواتي اللي جايين امريكا جديد، اللي هم العائلات. اتمنى منكم انتوا لما تيجوا امريكا هنا هتلاقوا نسبة حرية كبيرة يعني لا توصف. اتمنى منكم تخافوا على بعض وتخلوا بالكم من بعض، ما تبقوش في تنافس او في تحدي مع بعض، لانه الحرية اللي هتلاقوها هني ممكن تتقلب ضدكم. هتقول لي ازاي؟ اولا ابدأ بالراجل، لانه الراجل عليه العبء الاكبر والمسؤولية الاكبر. لما تيجي امريكا هنا ما تتبهرش وتتفتن بالمغريات اللي هتشوفها قدام عينك، ما تتفتنش، حذاري تتفتن، لانه لو اتفتنت هتنسى اسرتك وزوجتك واطفالك لو في بينكم اطفال. فما تخليش الحياة هنا تفتنك وتروح وتتصرمح على الكلابات والديسكوهات وتنسى اسرتك وعيالك وزوجتك. اوعى يا صاحبي، اوعى، اوصيك ونفسي، لانه امريكا سلاح ذو حدين. انت ممكن تستغلها وتعمل مستقبل ليك ولاولادك ومستقبل حلو، وفي نفس الوقت ممكن تدمر اسرتك وتدمر عيلتك وتدمر العشره اللي بينكم. فلازم تاخد بالك من الكلام اللي محكيهولك ده، لان انا شفت عائلات كتير هنا اتفرقت واتقسمت واتدمرت. فبقول لك يعني لما تيجي امريكا هنا ما تتفتنش بالكلابات والديسكوهات وتروح وتتصرمح وتنسى الأسرة بتاعتك وتنسى زوجتك وتنسى أولادك. اوعى يا صاحبي، والله هتخسر كتير. ده بالنسبة للراجل. وبالنسبة للست، ما تخليش الحرية اللي موجودة في أمريكا هني تخليكي تنفشي ريشك على زوجك وتشوفي نفسك وتقولي لا ده أنا أمريكا مديني صلاحيات وأنا أقدر وأعمل وأسوي فيه، وتخشوا في صراع مع بعض. أنتوا مش في صراع. ربنا قال في القرآن الكريم وجعلنا بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة، مش صراع وتنافس. لأنه طبعا هنا القانون الأمريكي بيدي صلاحيات للزوجة، صلاحيات رهيبة. تشوفوا الكلام ده لما تيجوا البلد هنا. فمش عايز يخش بينكم الشيطان وتحصل بينكم صراعات وتخسروا المودة اللي بينكم والعشرة اللي بينكم، ولو في بينكم أطفال هيظلموا وسطيكم، ويعني وحاجات كتير هتحصل. فما تخلوش الحياة اللي هنا تفتنكم، بالعكس تحطوا يديكم في يدين بعض وتساعدوا بعض. وانت يا عم الراجل ما تجيش هنا وتعمل اللي فيها السيد، لا، الحياة هنا مشاركة مع بعض، انتوا الاتنين يدكم في يدين بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخيط هدومه بنفسه. انت مش احسن من الرسول لما تساعد زوجتك، مش عيب، وهي هتشتغل معاك وانت هتشتغل معاهي والمركب تمشي. بس ما تخلوش البلد هنا تدخلكم في صراعات جانبية مع بعض. انتوا الخسرانين، انتوا الاتنين خسرانين، سواء زوجتك او سواء انتي. طبعا انت وحدك هتتعبي لو عندك اسرة، وصح في حاجات قوانين تانية انا ممكن احكي لكم عنها هتساعدك، بس مستحيل، هتتعبي. وفي ستات بمليون راجل، يعني احنا مش عايزين نقلل من شأن الست قوية وتقدر تعمل كتير، بس انا كل هدفي انه تكونوا يد واحدة مع بعض مشتركة، كل واحد يعمل اللي عليه، وما تخشوش في تنافس وتناحر مع بعض. وانت يا عم الراجل اديني بقول لك ما تتفتنش بامريكا وبالديسكوهات والكلابات وتروح وتتصرمح وتعمل اللي على مزاجك وهواك، وتنسى اسرتك وتنسى زوجتك وتنسى عيالك وتنسى دينتك وتنسى دينك. كله ده حذاري يا عم الراجل، حذاري توقع في الموضوع دي. اوعى، اوصيك. انت جاي جديد البلد دي هتشوف حريات مطلقة. استخدم الحرية دي في صالحك انت واسرتك، لانه انتوا الاثنين لو دخلتوا في تناحر مع بعض هتخسروا حاجات كتير، واطفالكم لو كان بينكم اطفال هتظلم وسطيكم، لانه الواحد شاف حالات هنا صعبة يعني. فاوصيكم ونفسي انه اوعى الحياة تفتنكم في امريكا. بالعكس استخدموا الحرية دي في صالحكم. وللزوجة برضو ما تقوليش مثلا انا القانون في صفي واقدر اعمل واسوي وتمشي ريشك على زوجك. لا، تمسك بدينك، تمسي بعاداتك وتربيتك اللي انت جاي بيها من بلادك. اوعي تخسريهم، لانه مش يعني انتوا الاثنين هتتعبوا وانتوا الاثنين هتخسروا. انا كل هدفي ان انا اقدم لكم نصيحة، الدل على الخير كفاعله. الاتحاد قوة، اتحدوا مع بعض، كونوا دايما قلبكم على قلب بعض، كل واحد يقدر يعمل حاجة يعملها، ما تخشوش في تناحر وفي تنافس مع بعض. خلاص يا عم الراجل، خلاص يا ست الكل، الاتحاد قوة، ومعانا يا رب.